دابا غادي ندوزو للسؤال المليون. صراحه هذا السؤال هذا تعاود بشكل خيالي، كلشي كيسول نفس السؤال، واللي هو خويا عندنا الباك بغيناك تقول لنا الاساتذه اللي كنتي خدمتي معاهم. قبل ما نجاوب على هذا السؤال غادي نقول واحد الحاجه وجو سور ما غتعجبش بزاف ديال الناس، ولكن هذه هي الحقيقه. سلام جايز، صافا بخير؟ لاباس عليكم؟ عارف راسي بانني تعطلت بزاف ويلا حطيت لكم هذا الفيديو، ولكن راه ماشي الخاطري، عندي بزاف ديال لي زونغاجمون. اول حاجه بغيت نبدا بالفيديو هي شكرا بزاف على التفاعل ديالكم مع اخر فيديو حطيت في القناه ديالي اللي ظرف ديال 10 ايام قدرنا نوصلوا لاكثر من 60,000 واحد، وهذا كان هو الهدف ديالي. انا خدمت على الفيديو ضربت فيها تماره، خدت لي الوقت، ولكن في الاخير الهدف اللي كان عندي قدرت على انني نحققه، وقدرنا على اننا نوصلوا لمجموعه ديال الناس، وهذا الشيء كامل بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى، بالفضل ديالكم اللي بارطاجيتوا هذا الفيديو مع اشخاص اخرين. لاحظت بلي كاين واحد الاهتمام كبير مع الناس اللي كيوجدوا الباك، سواء متمدرسين ولا ليبر، والناس اللي باغيين يوجدوا الكونكور ديال الميديسين وباغيين يدخلوا كليه الطب والصيدله. الحاجه اللي غادي نوعدكم بها هي انني غنحط المجهود، الوقت، الطاقه ديالي كامله باش انني نعاونكم. هذا الشيء ابتداء من هذا الفيديو حتى تدوزوا اخر كونكور ان شاء الله. غادي نحاول ما امكن انني نبارطاجي معكم كل شيء، ولكن كاين واحد الشرط اساسي ومهم وهو التفاعل. هي انني نشوف باللي كاين واحد الاهتمام، هي انني نشوف باللي ديك الخدمه وديك التمارين اللي كنضرب ما تمشيش هكا، ماشي انا كنمشي كنوجد كنبريباري كنصاوب لكم بزاف ديال الحوايج وفي الاخر نلقى بلي كاين واحد العدد قليل اللي مهتم. اذا فاش تفرجوا في شي فيديو ديالي ما تنساوش ديما في الاول لايك، كومنت، وتشيري هذاك الفيديو مع شي واحد صاحبك اللي محتاج ليها، وديما في التعاليق عطيوني الراي ديالكم في لا فيديو وقولوا لي شنو بغيتوا نهضر لكم عليه في الفيديو اللي جاي. هذا هو الشرط البسيط والوحيد باش انني نعاونكم في هذه الرحله. ثاني حاجه غادي نهضر عليها قبل ما ندخلوا للموضوع ديال الفيديو، هي راه شفت بزاف ديال الناس اللي تفرجوا في الفيديو اللي فات ولكن ما فهمونيش شنو درت انا من مورا الباك الاولاني. هذاك الشيء علاش غادي نحاول ما امكن انني نشرح المسار الدراسي باش هاد الناس هادو توضح لهم الصوره. انا دوزت الباك في سنه 2012 سيونس مات، نجحت فيه، دفعت لي كونكور، دوزت الكونكور ديال لانسا ما تقبلتش فيه، حطيت الباك ديالي في لافاك سيونس مات، قريت عام كامل نجحت فيه، ولكن عاود ثاني دفعت الكونكور ديال لانسا، دوزت الكونكور وجيت في لائحه الانتظار ولكن بعيد بزاف، حتى وصلت لشهر سعود وانا كنت معول على انني غادي نبدا العام الثاني في لافاك، حتى كنلقى راسي وصلتني النوبه. ديك الساعه كنمشي كنحط الباك ديالي في لانسا وكنقرا فيها 5 سنين كامله، وكنتخرج مهندس دوله في الهندسه الصناعيه. من موراها خدمت عام في ميلتي ناسيونال في طنجه، بالضبط في ميناء طنجه المتوسط. من بعد بدلت الخدمه وجيت لكازا وخدمت بالضبط في المجال ديال صناعه الطائرات، ودوزت فيه 8 ديال الشهور، ومن بعد قدمت الاستقاله ديالي وما بقيتش في المجال ديال الهندسه. شنو هي الحاجه اللي وليت كندير جديده؟ هي صناعه المحتوى، يعني فيديوهات تعليميه زائد كندير دي فورماسيون، يعني دورات تدريبيه اونلاين. في سنه 2022 دوزت الباك ليبر، جبته ب 18، دفعت لي كونكور لانسا لانسا جيو الميديسين، وفي الاخر جبت لي كونكور ب4. وهنا الاختيار اللي كان عندي هو كليه الطب والصيدله، وحاليا انا راه بروميير اني فيها. كنتمنى انه دابا الامور تكون واضحه مزيان. اجي دابا نرجعوا للموضوع ديال الفيديو ديالنا واللي هو غادي يكون على شكل كيو ان اي، يعني اسئله واجوبه. راه وصلوني بزاف ديال الاسئله ديالكم سواء في الانستغرام ولا في لي زيميل تيليجرام، حتى في لي كومونتير اللي كاينين في يوتيوب. قريت الاسئله كاملين وشفت شنو هما الاسئله اللي تيتعاودوا بزاف وصنفتهم ل10 ديال الاسئله اللي غادي نجاوب عليهم في هذه الفيديوهات. نبداو على بركه الله باول سؤال اللي تيقول شنو هي لا ميثود ديال بريباراسيون ديال الباك. المهم هذا السؤال هذا تعاود بزاف ديال المرات، كلشي كيسول على شنو هي الطريقه اللي استعملت باش انني نجحت في الباك وجبت فيه 18 وبالضبط باك ليبر كاع ماشي تا باك عادي، حيت راه كاين فرق كبير بيناتهم. انا جربتهم بجوج وعارف شنو كتعني باك متمدرس وباك ليبر، وغادي ناكد لكم واحد الحاجه، باك ليبر صعب بزاف من الباك العادي. والاجابه على هذا السؤال راه ما يمكنش تكون في واحد الفيديو اللي فيها 5 10 30 دقيقه، راه نقدر نبقى نهضر واحد يومين ولا 3 ايام وما نساليش الاستراتيجيه والخطه اللي خدمت بها. كيف قلت لكم في الاول ديال الفيديو، راه من هنا حتى الامتحان ديال الباك غادي نشارك معكم بكلشي، يعني بلا ما تخاف. ولكن دابا غادي نركز على رؤوس الاقلام، يعني شنو هما الحوايج الاساسيه، شنو هما الحوايج اللي تقدر تبدا بهم دابا. واول حاجه نبغيك تركز عليها هي انك تحط الهدف ديالك. انا الهدف اللي كنت حطيت في الباك ليبر هو انني نجيب 19. ثاني حاجه اساسيه هي المايند سيت. دونك انت حطيتي هدف ديال باغي تجيب 19، خاصك تولي عندك العقليه ديال واحد غادي يجيب 19، باغي تجيب 16 خاصك تكون عندك العقليه ديال واحد باغي يجيب 16. وهنا شنو هي الحاجه اللي عاونتني بزاف؟ هي انني كنت كندخل يوتيوب وكنقلب على كاع الفيديوهات اللي فيهم اشخاص جابوا نقاط عاليه بزاف، وكنحاول نسمع لهم كل نهار كنسمع لشي واحد في هاد الناس هادو باش نعرف شنو هي العقليه اللي خلاته على انه ينجح. من غير هذا الشيء كنت كنتصاحب حتى مع الناس اللي كانوا كيقراو في الميديسين، كنت كنحاول ما امكن انني نجبد لهم الماكسيموم ديالهم ونعرف كيفاش قدروا على انهم يجيبوا واحد المعدل عالي واكسيديو للميديسين. ثالث حاجه هي انك تكون درتي واحد الخطه كيفاش تراجع هاد المواد في
هذيك المده اللي بقات لك. كاين اللي غتكون بقات ليه 200 يوم، كاين اللي تبقى ليه 100 يوم، كاين اللي تبقى ليه 50 يوم، كاين اللي تبقى ليه 60 يوم. ولكن شنو هي الحاجه المشتركه ما بين هاد الناس كاملين؟ هي انه كل واحد عنده واحد الخطه كيفاش يجير هذيك الايام. انا كيف قلت بديت في شهر جوج، هذيك شهر جوج حطيت واحد البلانين. فوالا الشهر الاول غادي نركز على الماط والفيزيك فقط، ما غنشوف حتى شي ماده اخرى. الشهر اللي موراه غنركز على اس في تي واللغه الفرنسيه صافي. هذا باش من بعد ديك الساعه غادي ندوز للمواد الادبيه، مره غادي نرجع للمواد العلميه باش ما يتنساوش لي. رابع حاجه هي الاستمراريه. يعني انا كنت واحد الانسان اللي كيبقى كيراجع ما كيحبسش، يعني ديما كل نهار على الاقل، كنقول لك على الاقل كنت كنراجع 4 ديال السوايع. وكاين الايام وسيرتو في الاخر فاش قرب ديك الساعه الريجيونال، يعني الشهر الاخر راه كنت كنوصل فيهم حتى ل 12 ساعه، ولكن ما كنخدمهاش كونتينيو، كنت ديما كنقسمها 4 السوايع كنستراح، 4 السوايع كنستراح، 4 السوايع. الاستمراريه شي حاجه اللي ما نتناقش فيها. خامس حاجه كنت كندير واحد التتبع، كنت كنراقب المراجعه ديالي فين غادا، واش انا غادي مزيان ولا ما غاديش مزيان. بزاف ديال التلاميذ كيبقى غير كيبريباري حتى في الاخر كيلقى ماده كامله باقي ما قراهاش. دونك الا كان عندك واحد البلانين، يعني حددتي واحد البرنامج كيفاش غتمشي في هذوك الاشهر، خاصك كل شهر تشوف راسك واش هذاك الشيء اللي حددتي وقررتي في الاول واش وصلتي ليه ما وصلتيش. اللي كنتي مازال معطل خاصك تشوف شي طريقه باش انك تدارك الموقف. باش نختم الاجابه على هذا السؤال غادي نزيد واحد البونيس اللي هو سادس حاجه. انا قلت مع راسي باللي ما يمكنش لي ندير الساعات الاضافيه، يعني ما عنديش الحق باش انني نصرف حتى شي درهم. كاين عندي جوجل ويوتيوب خصني نخرج منهم لو ماكسيموم. دونك خديت واحد التحدي ما بيني وبين راسي انني ما نخسر حتى شي درهم. هذا الشيء ما كيعنيش باللي الساعات الاضافيه ما غاديش يفيدوك، لا، غير انا خديت هذا القرار باش نعول على راسي، باش انني نقول كل شيء كاين في الانترنت، خاصني غير نقلب. وداك الشيء اللي كنت ديما تنبقى تنقلب على الحاجه. في الاول كنقول بلا ما يمكنش نلقاها، وكنبقى نقلب وكل نهار كنجي نقلب وكل نهار نجي نقلب حتى كنلقاها في الاخر، وكنكون فرحان وانا كنلقاها وكتلصق ليا في الدماغ وما عمري ما كنساها. دونك هذه القضيه دي فقط تقدر تعاونك بزاف باش انك تعول على راسك، باش انك ما تبقاش معول على واحد الاستاذ ولا واحد الشخص هو اللي غادي يعاونك. والحمد لله في هذا العصر ديالنا كل شيء كاين في الانترنت، راه ما عندش الحق شي واحد يقول لي بلي راني ما نجحتش في الباك. دابا غندوزو للسؤال الثاني واللي كيقول كيفاش وجدتي الكونكور. دونك هذه حتى هي نفس الحاجه بحال السؤال الاول، ما يمكنش تجي وتجاوب عليه عاوتاني في واحد الفيديو اللي قصيره ولا 5 دقائق ولا 10 دقائق، راه حاجه طويله، وراه ماشي غير كونكور واحد، راه 4 ديال لي كونكور اللي مختلفين تماما. غير الا بغيت نهضر على الكونكور ديال الميديسين راه بحر، راه ما نساليش. المعلومه اللي ديما تنركز عليها وتنقولها راه لا بريباراسيون ديال الكونكور واحد 70% ديالها هي لا بريباراسيون ديال الباك. يعني ما يمكنش شي واحد اللي ما كانش كيقرا كاع الباك وما كانش مسوق للدروس ديالو ويجي حتى لديك الفتره اللي بقى لها والو الكونكور وكيتسنى على انه غادي يجيب. لا، راه خاصك تكون وجدتي مزيان الباك وبريباريتي باش ملي توصل ديك الفتره ديال الكونكور تلقى راسك 70% ديال الخدمه حيدتي عليك، تبقى لك غير واحد 30% ديال لي زاستوس، ديال كيفاش تتعامل مع الكونكور، ديال كيفاش تجاوب على لو ماكسيموم ديال الاسئله، ديال كيفاش تبقى تاليميني حتى تبقى لك الاجابه الصحيحه. دونك ديك المده ديال 20 يوم ما كتكونش كافيه باش انك تقرا البروغرام كامل. بالعكس الا دابا ركزتي على الباك ديالك سورتو المواد العلميه، الماط، فيزيك، اس في تي. حاجه اخرى اللي غادي نزيد هي لا بريباراسيون ديال لي كونكور. كنت بديتها نهار 10 في شهر 7 وساليتها تقريبا نهار 27 ولا 26، تقريبا واحد المده ديال 15 يوم حتى ل 20 يوم. ركزت فيها بزاف على الكونكور ديال لانسا، واحد شويه ديال الميديسين، واحد شويه ديال لانسام، ونقدر نقول واحد شويه قليل الطفيام ديال لانساجي، ولكن فريمون التركيز ديالي كان على لانسا. وباش نختم الاجابه على هذا السؤال، ما تشغلوش بالكم بلي كونكور دابا، ركزوا لي دابا على الناسيونال سورتو الناسيونال، حتى المراقبه ما تعطيوهاش واحد القيمه اللي كبيره بزاف. ركزوا على الناسيونال، ركزوا على المواد العلميه اللي كاينه في لي كونكور دابا حتى يتم الاعلان على النتائج وتسجلوا ديك الساعه في لي كونكور. عاد بديك الساعه غادي نديروا فيديوهات خاصين كيفاش ديروا لا بريباراسيون. ندوزو دابا للسؤال رقم 3 واللي كيقول شكون حسن، واش الطب ولا الهندسه؟ هذا السؤال هذا راه لا محل له من الاعراب، راه ما خاصكمش تسولوا بحال هاد الاسئله، راه ما كاينش مجال حسن من مجال، راه ما كاينش. راه غتلقى طبيب عاجبو الطب، وغتلقى طبيب ما حاملش الطب، وغادي تلقى مهندس عاجبه الهندسه، وغتلقى واحد اخر ما عجباش الهندسه. انا فاش هضرت على الفيديو ديالي وقلت بانني راه ما بقيتش مهندس دوله وراه درت لا كرياسيون كونتوني، وحاليا انا راه طالب في كليه ديال الطب والصيدله، الناس كيتحاب لهم باللي الهندسه ما واكلاش ولا راه الانجينيوري ما خداماش ولا راه واقيلا الصالير ديالها هابط. لا، راه ماشي هذا الشيء. راه انا كنعرف ناس اللي اكسلوا مزيان في الانجينيوري وغادي فيها مزيان، انا ما والنيش داك المجال، ما حسيتش براسي بانني مرتاح، ما قدرتش على اني نصبر نبقى فيه. انت تقدر دير هذاك المجال ويعجبك كما تقدر ديرو ما يعجبكش، غير هو خاصك تاخذ قرار واش غادي تضحي صافي وغتكمل في هذاك المجال واخا ما عجبكش، ولا غادي تختار قرار اخر ديال انك غادي تبدل وتقلب على المجال اللي كيعجبك. بليز الله يرحم لكم الوالدين ما تبقاوش تسولوا بحال هاد الاسئله. شوف انت شنو هو المجال اللي كتحس به بانه قريب لك وغادي تمشي فيه مزيان. غير بالنسبه للقضيه ديال الفلوس، راه اي مجال فيه الفلوس. كيفاش نقول لك، راه اي مجال دخلتي ليه
فيه الفلوس. دونك ما تهزش الهم للفلوس. راه كاينين الناس اللي خدامين غير في الانترنت وما عنده حتى شي ديبلوم وراه هو كيدخل الملايين، ولكن هنا كيبقى السؤال واش داكشي اللي تيدير تيعجبو ولا ما تيعجبوش. الا كان تيعجبو راه ربح، ولكن الا ما كانش كيعجبو راه واخا كيدخل الفلوس راه في الاخر راه غيبقى ديما مضارب مع راسو، واحد النهار يحس براسو ماشي هو هذا. ندوزو دابا للسؤال الرابع، وهذا السؤال انا متاكد باللي غيعجب بزاف ديال الناس. خويا يوسف، شنو هما العادات اللي خاصني نتبع لتعلم لغه غير بوحدي بالنسبه لواحد مبتدئ؟ وديجا جاوني بزاف ديال الاسئله في هذه القضيه، وحتى في الجروب تيليجرام جاني واحد السؤال كيشبه لي. انا غادي نريكوموندي جوج ديال القنوات غادي نخليو على انه المستوى ديالك في لونجلي غادي يتطور بشكل رهيب بزاف، ولكن الا مشيتي تفرجتي فيهم تبعتيهم وطبقتي داكشي اللي كيقول، يعني ماشي عاد دوزتي واحد الشهر صافي وحبستي، لا غادي تكمل على الاقل مع كل واحد من هذه القنوات واحد 6 شهور حتى العام. اول قناه، ولكن هذه القناه مناسبه للناس المبتدئين، يعني باغي يبدا ازيرو ما فاهم والو في لونجلي، يعني كيسمع لونجلي ما كيفهم حتى شي كلمه فيها. زاد امريكان انجلش. الحاجه الزوينه فيها هي انه تيهضر معاك بالعربي، تيشرح بالعربي، يعني هذا واحد الشخص اللي مصري، وجبونس باللي هي القناه رقم 1 في العالم ديال التعلم ديال اللغه الانجليزيه. وغادي نشارك معاك في صندوق الوصف. دابا ما عليك الا تدخل لهذيك القناه، غادي تمشي لواحد البلاي ليست اللي فيها كيفاش غادي تبدا، وغادي تتبع دوك البلاي ليست. وانا كيف قلت لك متاكد الا كنتي ما كتفهم حتى شي حاجه في لونجلي غير غادي تتبع واحد المده ديال 3 شهور حتى 6 شهور، غادي تلاحظ بلي المستوى ديالك طلع بزاف واللي يجي كتفهم. دابا غادي ندوزو لثاني قناه، وهذه مناسبه بالضبط للناس اللي ماشي مبتدئين، الناس اللي ديجا تيفهموا لونجلي ولكن المشكل اللي عندهم هو ما كيقدروش يهضروا بها. هذه القناه كتحل لنا هذا المشكل بالضبط. الناس اللي كيكون عندهم التحدي كيستعملوا بزاف ديال الطرق اللي ما خداماش، ولكن هذا الشخص هذا عنده واحد الطريقه اللي طبيعي، يعني هي الطريقه باش تعلمنا حنا فاش كنا صغار. وهذه القناه سميتها اي جي هو. المبدا اللي خدام بهذا السيد هو انك تدوز واحد الفتره طويله وانت كتسمع بزاف ديال لونجلي، ولكن ماشي اي اونجلي، نيتيف سبيكرز، يعني الناس اللي اللغه الانجليزيه هي اللغه الام ديالهم، يعني لغه حقيقيه ماشي ديك اللغه اللي غير مصطنعه. وغادي تخصص الفتره الثانيه انك تولي تتهضر بالونجلي، ماشي انت غتبقى كتسمع، راه واخا تبقى تسمع حياتك كامله. فاش غادي تجي تهضر غادي تبلونطا، ولكن الا بديتي كتولف على انك بديتي تهضر، وسيرتو الا بديتي كتسجل راسك كاع فيديوهات وانت تهضر فيهم، فمع المده غادي تولي اليز، وحتى داكشي اللي سمعتي ودخلتي راسك غيولي ديك الساعه تيخرج اوتوماتيك. بالنسبه لهذه القناه الثانيه غير تدخل ليها راه غتلقى واحد الموسوعه ديال الفيديوهات. الا بقيتي كتسمع غير دوك الفيديوهات لواحد المده ديال 6 شهور ولا عام، راه المستوى ديالك في الفهم ولا في التحدث باللغه الانجليزيه غادي يتطور بزاف. باي ذا واي البروغرام ديال هذا السيد هو اللي كنت خدمت به وخلى على انه لونجلي ديالي يتطور بزاف. كنظن بلي دابا ما بقاش الحق عند شي واحد يجي ويسولني ويقول لي كيفاش اخويا بغيت نتعلم لونجلي. انا دابا عطيتكم كل شيء وغادي نخلي لكم الروابط ديال القنوات في الديسكريبشن. ندوزو دابا لواحد السؤال الخامس اللي بسيط، يعني دغيا بزاف نقدر نجاوب عليه. واش تقدر ترجع للتحدي ديال 1000 فيديو اخر؟ الحاجه اللي ما عارفينش بزاف ديال الناس اللي يلاه تبعوني واشتركوا في القناه هي انني كنت درت واحد التحدي ديال 1000 فيديو متابعه، يعني 1000 يوم من حياتي خديتها وانا كنلوح فيديو كل نهار. واخر فيديو كان في التحدي كان في 26 في شهر 9 هو اللي ختمت به ديك الساعه الفيديوهات اليوميه. وكنت قلت باللي راه التحدي صافي راه حبستو، يعني ما عمري ما غادي نديرو من هنا لقدام. الا قررت شي نهار انني نتحدى راسي يقدر يكون 7 ايام ولا 30 يوم كاع الماكسيموم، ولكن حاليا انا مركز باش انني نلوح بعدا غير واحد الفيديو كل سيمانه. اذا الاجابه على هذا السؤال هي لا، يعني هذا التحدي هذا ما عمري ما غادي نرجع نديرو مازال مره اخرى. دابا غادي ندوزو للسؤال المليون. صراحه هذا السؤال هذا تعاود بشكل خيالي، كلشي كيسول نفس السؤال، واللي هو خويا عندنا الباك بغيناك تقول لنا الاساتذه اللي كنتي خدمتي معاهم. قبل ما نجاوب على هذا السؤال غادي نقول واحد الحاجه وجو سوي سور ما غتعجبش بزاف ديال الناس، ولكن هذه هي الحقيقه، غير باش نكونوا متفقين. راه واخا نعطيك الاسماء ديال الاساتذه، هذا الشيء راه ما كيعنيش بانك غتجيب نفس النقطه ديالي، ما كيعنيش بانك غادي تجيب 18. عطيتك الاسماء ديال الاساتذه، شفتيهم، دخلتي تفرجتي في الفيديو الاول ديال شي واحد فيهم، ومن ورا مشيتي سهيتي ونعستي وما بقيتيش كاع مصور، قلتي صافي راه عندي الاسماء ديال الاساتذه دونك انا غنجيب مزيان، ولكن انت ما استمريتيش، ما كنتيش حاط واحد الهدف واضح، ما كانش عندك واحد الطريقه ديال المراجعه، ما كانش عندك واحد التقنيات باش انك تحفظ الدروس بواحد الطريقه سهله وتبقى عاقل عليهم واحد المده طويله، ما كانش عندك المهاره ديال التنظيم ديال الوقت. فاش كتعجز صافي كتطلق كل شيء وما كتسوقش، كتسنى حتى تكون عندك الرغبه باش انك تبريباري، ما كنتيش كتخدم بزاف على الامتحانات، راه بلا ما تحلم انك غادي تنجح وغادي تجيب شي نقطه من اللي مزيان. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، انا ما خدمتش مع استاذ واحد في كل ماده، غير باش تعرف راه المواد اللي كانوا عندي في الجهوي راه كنت
على الاقل كنتبع مع 5 ديال الاساتذه، راه ماشي غير واحد. علاش؟ حيت مثلا ناخذ الماده ديال اللغه الفرنسيه، كنلقى هذا الاستاذ كيركز بزاف على البرودكسيون اكري، دونك شديت مع البرودكسيون اكري. لقيت هذا الاستاذ كيركز بزاف على لي رومون، كيشرحهم مزيان وكيوصل لي الفكره ديالو، دونك ركزت معاه في لي زوف. كنلقى واحد الاستاذ اخر مركز غير على الامتحانات، كيحط لي غير الامتحانات والتصحيح ديالهم وكيفاش نجاوب، دونك ركزت معاه غير في الامتحانات. دونك ما نقدرش انا نجي نعطيك واحد لا ليست اللي طويله ديال الاساتذه، يعني خصني نقول لك بلي هذا الاستاذ ديال هذه الماده ها انا شنو استفدت منه. نزيد واحد المثال اخر باش توضح الصوره. فاش كنت كنراجع التاريخ والجغرافيا ما كنتش متبع مع استاذ واحد، كان درس واحد كنقراه مع 5 ديال الاساتذه، كل واحد كيشرحوا بواحد الطريقه خاصه، وفي الاخر من خلال الشروحات ديالهم كاملين كنفهم من الاول حتى الاخر هذاك الدرس علاش كيدوي، وكنصاوب الملخص ديالي الخاص بي. وغير للمعلومه راني كنت كنتعذب بزاف باش نلقى هاد القنوات هادو ونلقى بالضبط داكشي اللي بغيت. ومن غير هادشي خاصك تلقى داكشي اللي صحيح ماشي اللي غلط، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي كيبارطاجيو شي حوايج اللي خاطئين. وكنواعدكم ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو اللي خاصه غنعطيكم فيها جميع القنوات اللي خدمت بهم وكل قناه بالضبط شنو استفدت منها. ولكن هادشي ما كيعنيش بانني غنخليكم بلاش وما نعطيكم حتى شي سميه ديال شي استاذ. دونك بالنسبه للماده ديال الفيزياء والكيمياء، فاش في الاول كان كيسحب ليا باللي انني راه داير سيونس فيزيك بيوف، كنت كنتبع مع نور الدين فيزياء. ولكن فاش عرفت بانني راه داير علوم فيزيائيه يعني بالعربيه ماشي خيار فرنسي، كنت كنتبع مع زكريا الطوس. هاد جوج ديال الاساتذه دايرين واحد المجهود كبير وحاطين تقريبا جميع الدروس ودايزين على جميع الحالات. فقط اللي كنتي كتفرج في الفيديوهات ديالهم غادي تفهم الدروس ديالك مزيان. باش نزيد واحد الملاحظه، راني ما كنتش داخل العرض ديالهم، راه فقط الفيديوهات ديالهم في يوتيوب. علاش بالضبط عطيتكم غير هاد الماده ديال الفيزياء والكيمياء؟ حيت بالنسبه ليا هذه هي الماده اللي خاصك تبداها من اليوم. انا تنقول لك الا كنتي معطل اول ماده تبدا بها هي الفيزياء والكيمياء، غادي تعذب بزاف، والله حتى غادي تعذب بزاف الا ما بديتيش اليوم. انا نقول لك انا راه ساليت البروغرام ديال هذه الماده في شهر واحد، في شهر جوج ساليتها كامله من الاول حتى الاخر. وهذا الشيء راه كنت كنقراها هي والماط ماشي غير هي بوحده، وخدمت فيها بزاف ديال الوطنيات، يعني تقريبا كاع الحالات اللي طيحوا لك في راسك خدمتهم. وفي الاخير فاش مشيت دوز الوطني جاني فريمون ساهل بزاف، وساليت قبل من الوقت وشفت فيها 19 ونص، وديك النص غير اخطاء بديهيه غير في الحساب. الخطا الاول غير في الكالكولاتريس، بغيت نطابي شي رقم وطابيت واحد اخر بلاص ما خاصها تخرج ليا واقيلا 75% خرجت لي 83%. الخطا الثاني الا بقيت عاقل على لو شيفر اكزاكت، كانت الكالكولاتريس قدامي خرجت لي نورمالمون 13000، ولكن انا باش نقولها نقلتها بالزربه وكتبت غير 1300. الا بغيتي دوز هذه الماده هذه اللي المعامل ديالها طالع بزاف وغادي تعاونك باش انك تجيب نقطه مزيانه، فكننصحك على انك من اليوم تبدا فيها، ما تعطلش. ما تعطلتي قد من النقطه راه غادا وتتنزل. ولا كانت شي حاجه غادي نختم بها الاجابه على هذا السؤال، فغادي تكون انك ديما فاش تكون تفرج في هاد الاساتذه ستيلو ورقه وكتكتب الملخص ديالك انت، يعني كتصاوب انت واحد الملخص ديالك اللي غتبقى تراجع فيه من هنا لقدام، حيت انت ماشي اشاك فوا تبقى ترجع لهذاك الفيديو تبقى تفهم عاوتاني داك الدرس، حيت ديما غيتنسالك. ولكن الا صاوبتي واحد الملخص غتبقى ترجع تقرا غير داك الملخص، وهذا الشيء يخليك على انك تبقى عاقل على هذوك المعلومات ديال هذاك الدرس. جو بونس بلي غادي نحبس هنا، كنحس راسي باللي عيان والانرجي ديالي كامله مشات. نحبسوا حيت ديجا جاوبت على 6 ديال الاسئله والفيديو غادي تكون طويله بزاف، ما بغيتش نزيد نطولها تولي فيها واحد ساعه. داكشي علاش غادي ندير واحد الفيديو كيو ان اي رقم 2 واللي غادي نجاوب فيه على 4 ديال الاسئله اخرين، ونقدر نزيد 2 اخرين يوليو 6. يعني هذا الجزء الاول يكونوا فيه 6 ديال الاسئله، والجزء الثاني غادي يكونوا فيه حتى هو 6 ديال الاسئله. نتمنى انني نكون جاوبت مزيان على الاسئله ديالكم، وكيف قلت راه مازال جايين بزاف ديال الفيديوهات. ما عليك الا دير سبسكرايب لايك كومنتس وتشير هذا الفيديو مع شي صاحبك. اللي عندك اي راي اي سؤال اخر خليه لي في لي كومونتير، راني كنقرا لي كومونتير كاملين وغادي نجاوب عليهم كاملين ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايين. وكيف قلت لكم في الاول الشرط الوحيد باش انني نستمر هو التفاعل ديالكم. قد ما تفاعلتوا مع الفيديو، قد ما شفت بزاف ديال لي كومونتير بزاف ديال اللايكس، شفت بزاف ديال الناس كيستافدوا من هذه الفيديوهات، فاكيد غادي نكمل معكم كيف قلت من هنا حتى تدوزوا اخر كونكور ان شاء الله. هادشي اللي كاين، تهلاو ليا في راسكم، نتشافوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.